السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بعد الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أحبتي في الله، اليوم أقدم نصيحة لوجه الله تبارك وتعالى من باب الدين النصيحة لله ولرسوله وأئمة المسلمين وعامتهم. فانتشر في الآونة الأخيرة أناشيد إسلامية كثيرة كلنا نحبها، أطفالنا، أولادنا، أبناتنا يدندنونها في المدارس وعلى التلفونات، لكن فيها مخالفات لهدي النبي صلى الله عليه وسلم. أولا، امدح النبي بما تحب، ولكن لا يصل مدحك إلى التوسل به إلى الله. أن تجعل بينك وبين الله وسيطة، هذا منهي عنه. إذا سألت فاسأل الله مباشرة، وإذا استعنت فاستعن بالله. إذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان، بس أنت تقول يا رب. أما تقول مثلا يا بجاه فلان وبجاه علان، هذا خطأ. التوسل المشروع أنت تتوسل بحبك للنبي، اللهم بحب للنبي وبطاعة للنبي توسل إلى الله بالأعمال الصالحة إلى الله جل وعلا، كتوسل أهل الكهف لما غلق عليهم الصخرة وتوسل كل واحد منه ببره لوالديه وبإنفاقه لأجيره ما ادخره له وأعطاه أجيره، وغض بصره عن الحرام وترك ابنة عمه، هكذا كما تعلمون قصة الصخرة التي أطبقت عليهم. وكل دعا بالأعمال الصالحة توسل بعمله الصالح إلى الله جل وعلا، هذا مشروع. لكن تيجي في الأناشيد والأغاني وتتوسل بيها وتقول يا رسول الله أغثنا، هذا لا يجوز في شرع الله تبارك وتعالى. المغيث هو الله والمعين هو الله. إنك تجل أدبك مع النبي صلى الله عليه وسلم ولم تحترمه فهذا منهي عنه. طب أقول لكم تعالوا نسمع كده نشوف قلة احترامنا للنبي في أناشيدنا حتى ننتهي عنها. اسمع. هنسمع برضو واحد تاني واثنين عشان نعرف هؤلاء إن توصلهم رسالة إن هذا مخالف لهدي الله وهدي رسوله صلى الله عليه وسلم. ولو سيدنا عمر كان حيا وسمعهم لضربهم بالدرة. اسمع. إيه العمل يا أحمد يوم طلعت المشهد كل الأمم تشهد إنك. هو عشان الكلام مركب مع بعضيه خلاص يبقى جائز كده، حلال نفرح بده وكان نقول كده. المصيبة السوداء إني بنقرأ وننشد ولا نعلم ما نقول. إيه اللي عمل يا أحمد يوم طلعت المشهد؟ طب اسمع واحد تاني كده عشان نعرف هؤلاء اللي بينشدوا والناس بتحبهم جدا وتنشر لهم أغانيهم. اسمع. العمل يا أحمد يوم طلعت المشهد كل الأمم تشهد إنك رسول الله. ثم من عدم العلم بما يقوله إخواننا وأحبابنا وبناتنا وأطفالنا. إيه العمل يا أحمد يوم طلعت المشهد؟ تعال أنت كده ندم على عمك ولا أبوك ولا جدك ولا سيدتك ولا سيدك وقول له باسمه كده، قول له كده باسمه، شوف هيقول لك إيه. لو واحد غريب وسمعك بتقول لأبوك يا أحمد ولا محمد هيقول لك أنت مش متربي على الأخلاق، يعني مش متربي على الأخلاق الإسلامية الجميلة اللي تعلمناها. تقول لعمك وسط الناس وهو قاعد تقول له خد يا أحمد ولا محمد ولا علي؟ أبدا، هتستحي. فما بالك مع النبي صلى الله عليه وسلم خير الخلق الذي قال لك رب العزة جل وعلا لتعذروه وتوقروه وتسبحوه بكرة وأصيلا. رب العزة جل وعلا بيقول لك كده، تعذروه تعظم من شأنه، توقروه أي تحترمه وتجله وتقدره حق قدره. انت تقول يا أحمد وأحمد بيلعب معاك؟ تقدر تقول مديرة المدرسة ولا أستاذك باسمه؟ شوف هيقول لك إيه. فما بالك بالنبي صلى الله عليه وسلم خير الخلق أجمعين. ما سمعتش يوم من الأيام وربنا بيقول لك ولا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا؟ ما سمعتش الآية دي أبدا؟ ما سمعتش الآية دي أبدا؟ يعني ما تندمش على النبي زي ما بتندم على بعضيكم. يعني ما تقولش يا محمد يا أحمد زي ما احنا بنقول لبعضينا، ما ينفعش.
ما سمعتش آية من الآية دي؟ للأسف بتسمع وتقرأ ولكن مش بتعرف معنى الآيات والكلام اللي بيقرأ عليك. لابد أن ننتهي عما فعلناه من أخطاء في حق النبي صلى الله عليه وسلم. والمصيبة الكبرى المحرمة أن يتخذ، اسمع يا بنتي واسمع يا ابني، أن تتخذ مع الأناشيد الإسلامية مزمار وموسيقى وغناء. مع الغناء أناشيد، مع الأناشيد والغناء مزمار وموسيقى وطرب، أرج أو غير ذلك أو عود، كل هذا محرم بإجماع العلماء. ولو عاوز أسرد لك حديث في إجماع الفقهاء والعلماء أقول لك، لكن هكتفي بحديث واحد بس. ما سمعتوش النبي صلى الله عليه وسلم قال سيأتي زمان على أمتي يستحلون فيه الحرة والحريرة والخمر والمعازف؟ يستحلون يعني محرمة، هي كانت محرمة بس أنت استحليتها. ده حلال وجميلة وبتخلي الأغاني حلوة ما ينفعش، هتحاسب على هذا. كل من ينقل عنك الكلام ويقرأه وينشده ويأخذه منك ويشيره تستحمل أنت الذنب. سيحملون أوزارهم وأوزار من جاءهم بعدهم. فأنت تقول يا رب كنت لا أعلم فاستغفرك يا رب وأتوب إليك. إن قدرت تشيل الفيديو ده بتاع إيه العمل يا أحمد شيله، بغض النظر عنه، في غيره أحسن وأفضل. واوعى تقول تنادي النبي باسم أبو فاطمة. رايحة فين يا فاطمة؟ فاطمة بتلعب معاك؟ فاطمة يا فاطمة يا بنت نبينا، هي فاطمة بتلعب معاكي؟ ده سيدة نساء العالمين، سيدة نساء العالمين، سيدة فاطمة. تقول يا فاطمة يا فاطمة، هي بتلعب معاكي فاطمة؟ اقرا سيرة فاطمة، اقريها تعلميها، شوف عملت ايه، شوفوا سير الصحابيات عملوا ايه، بدل ما نترقص بالاغاني واهازيج والاعجابات والشهرة. سيبك من شهرة الدنيا، سيبك من الاعجابات الدنيا والفتن الدنيا تؤدي بك للنفاق والغرور. نسأل الله تبارك وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا وينفعنا بما علمنا ويزيدنا علما. واستغفر الله لي ولكم وسامحوني وجزاكم الله خيرا. السلام عليكم ورحمة الله.